بسم الله الرحمن الرحيم. برنامج الاكسل يا جماعه لينا كمهندسين تخطيط يعتبر هو من البرامج الاساسيه وتول مهمه جدا عشان اقدر اعمل مونيتور وكنترول على المشروع بتاعي بشكل جيد. سكيل من السكيلات المهمه اللي احنا ممكن نتكلم عليها النهارده حاجه بخصوص ان انا ازاي اعمل كاونت بتوين الديتس اللي عندي. يعني لو عندي تشارت زي ده نتعلم مع بعض ازاي اعمل لما اجي اعمل ابديت على طول يسمع على طول في التشارت اللي عندي ويسمع في التيبل اللي موجود عندي. دي السكيل ان شاء الله اللي هنتعلمها مع بعض ونشوف التطبيق بتاعها هيبقى عامل ازاي. لو جينا نشوف الاول الشيت بتاعنا عباره عن ايه. الشيت بتاعنا عباره عن دي ليست اوف دروينج، دي الدروينج المطلوبه، وانا طبعا من دوري انا كمهندس تخطيط ان انا اتابع اعمال الانجينيرنج اللي بتحصل. فده هي الدروينج ليست بتاعتي المطلوبه مني، دروينج خاصه بالاستراكشر بالاركتكتشر بالام اي بي. التواريخ دي طبعا هي تواريخ البلاند ان انا اخلص الدروينج بتاعت كل ديسيبلين او كل تريد من التريدز سواء استراكشر او اركتكتشر، ودي كل التواريخ بتاعتي. هتلاقي تواريخ في نوفمبر، تواريخ في فبراير، في يناير، في ديسمبر، على حسب طبعا البلان اللي انا حاططها للشغل بتاعي. ببساطة ايه بقى المطلوب دلوقتي؟ دي تواريخ، فهيبقى صعب على اي حد ان هو يشوف التواريخ دي، هيبقى عنده مشكلة. فاحنا عايزين طبعا من ضمن الشغل بتاعنا ان احنا نقدم ريبورتات سهلة للناس ان هي تقراها. فانا هعمل كده تيبل، هجمع الكلام ده في تيبل، ايه المطلوب في نوفمبر، ايه المطلوب في ديسمبر، ايه المطلوب في يناير. اخلي الكلام ده بالشهر، كنترول 1، خليه مانثير. ابدا بقى اجمع اللوحات بتاعتي. عايز اجمع اللوحات البلاند في خلال شهر نوفمبر وفي خلال شهر ديسمبر وفي خلال شهر يناير. هنا بقى المعادله بتاعتنا اللي احنا هنستخدمها، وطبعا يعني اسهل معادله نستخدمها عشان نعد التواريخ اللي هي الكاونت بتوين ديتس هي معادله او الداله بتاعت الكاونت. وعشان اتعامل مع الاكسل بشكل مريح لازم افهم بالظبط انا ايه اللي انا عايز اعمله او ايه اللي عايز اوصل له. ايه اللي عايز اعمله هنا؟ انا عايز اجيب اللوح البلاند اللي هي التواريخ دي خلال اللي هي التواريخ ما بين نوفمبر وديسمبر، يعني ما بين 1 نوفمبر وما بين 1 ديسمبر. فانا هعمل ايه دلوقتي؟ هعمل معادله اسمها كاونت اف، هقول له بتساوي كاونت اف، اقفل القوس، افتح القوس عفوا، وامشي بقى ورا الاكسل في الطلبات بتاعته. اول حاجه بيطلبها مني بيقول لي ايه بقى يا باشا هو الرينج اللي انت عايزه. طيب انا مش عايز كاونت اف بس، انا عايز كاونت افس. افس يعني انا عندي اكتر من رينج واكتر من كرايتيريا. فانا هفتح القوس، بيقول لي اول حاجه ايه الكرايتيريا رينج الاول، يعني ايه الرينج الاول اللي انت هتستخدمه. اول رينج بالنسبه لي اللي هو الرينج ده. خلاص اخترت الرينج، اختار بقى الكرايتيريا. اول كرايتيريا بالنسبه لي ان طبعا اللي هو لما يقابل حاجه، يعني يعد الحاجه اللي اكبر من 1 نوفمبر 2022. فانا طبعا اكبر من بحطها في الكاونت ما بين علامتين تنصيص. هعمل اكبر من، اطلع من المعادله معلش اعملها تاني، كاونت تبقى بتساوي كاونت افس كده تاب كرايتيريا رينج اللي هي دي الكرايتيريا بتاعتي. افتح علامتين تنصيص، هقول له اكبر بقى او اصغر. دي كده علامة اصغر، اخليها علامة اكبر، يبقى اكبر من، واقفل علامة تنصيص، اكبر من نوفمبر، اكبر من. طبعا انا عايز اختار بقى دي، اختار الكرايتيريا، اختار التاريخ اللي هنا. فالتركه بقى هنا ان انا قبل ما بعمل التاريخ لازم اعمل علامه الايه، علامه الاند دي، واقوم مختار التاريخ بتاعي. فلما اختار التاريخ هيبدا يختاره معايا. يبقى دي اول كرايتيريا. تاني كرايتيريا بقى بالنسبه لي ان انا ايه، اختار الرينج برضو نفس الرينج، ولكن بقى ايه، افتح كمان حاجه عشان اشوف الكرايتيريا بتاعي ان التاريخ اللي هنا اللي هو يقابله هنا اللي يعده يكون اقل من ديسمبر 2022. فانا هعمل نفس الحركه برضو، علامتين تنصيص، اقل من، العكس بقى، ايوه اقل من، نعمل كده ديسمبر، برضو نعمل الحركه بتاعتنا ديسمبر 2022 ونعمل كده. دي بقى يا شباب خلاص هو كده عامل كاونت للاعداد بتاعت نوفمبر. لو جينا نعمل تشيك سريع كده ودخلنا على نوفمبر من الفلتر بتاعنا، نوفمبر في كام لوحه هنا؟ 5 لوح. يبقى كده المعادله بتاعتي مظبوطه وتمام وزي الفل. خلاص كده المعادله اهيت. عايز بقى اثبت حاجات عشان تظبط المعادله، اف 4 على طول، هثبت البي بي دي وهثبت كمان
البي بي دي، وطبعا دول هيتحركوا معايا طالما انا ماشي كده زي ما انا. طيب هحركهم انا كده لغايه لما اوصل لماي اللي هو اخر تاريخ بالنسبه لي. فدي كده خلاص قيم البلاند اللي عندي 4 في نوفمبر و7 في ديسمبر، وهكذا كل الاعداد بتاعتي المطلوبه خلال الشهر، خلال كل شهر. طيب نعمل بقى تشارت على طول كده، تشارت سريع. فنعلم كده على طول ونعمل انسيرت ريكومندد تشارت. هلاقي على طول اول تشارت بالنسبه لي اللي هو ده، هنقوم مختارينه على طول، حاجه بسيطه كده، ونختار كده على طول وننزل، نقوم ايه معلمين كده عشان يبقى التشارت ايه جاهز معانا. نغير بس ايه شويه حاجات كده في التشارت جميله كده عشان نظبط ايه بس الفورمات بتاع التشارت بتاعي. ممكن اغير دي بدل ما هي كده ازرق اخليها تبقى باللون الاخضر عن طريق فورمات على طول، قبل الاخضر كده. تمام زي الفل. خلاص انا ظبطت التشارت بتاعي. ازود بس الليبلز، نخش على التشارت نفسه نعمل داتا ليبلز عشان ايه يحط لي الاعداد زي ما هي موجوده كده. خلاص تمام ظبطت انا الاعداد بالنسبه لي، دي الاعداد البلاند. طبعا انا اي بقى تغيير هنا هيحصل يا جماعه، لو خليت دي مثلا 12 خلاص هتسمع بالنسبه لي على طول في التشارت، خليت دي اي ارقام هتسمع بالنسبه لي في التشارت بتاعي. طيب جيت انا اعمل ابديت هنا بسهوله برضو، ان انا هنزل هنا مثلا كده نفس المعادله، هطلع دول فوق كده على التواريخ بتاعتي، واخلي دي بس ايه بتعبر على الاكشوال فينيش. نرجع تاني ناخد كل حاجه بس نظبطها كده، ونخلي دي مثلا زي ما هي مثلا وليكن 11 نوفمبر 2022. طبعا ما سمعتش في التشارت لان لسه ما حطيتهاش في التشارت، فنسمع في التشارت على طول بسهوله برضو. نقوم منزلين دي كده هتجيلي على طول في التشارت بتاعي القيمه بتاعه نوفمبر. لو خلينا مثلا دي بتساوي دي، خلاص كل القيم بتساوي بعضها. ونزلنا كده، نزلنا. طبعا محتاج بس ان انا ايه اسمع المعادله دي في كله كده عشان تسمع بالنسبه لي في كل حاجه. لو نزلت كده زي ما احنا نازلين هتلاقي ان الاكشوال على طول بتساوي البلاند. فانا طبعا كل ما بسمع اي ابديت هنا بتقوم مطلع على طول الريبورت بتاعي. ميزه الريبورت بقى يا جماعه خلاص هيبقى مرئي للناس كلها، الناس كلها هتقرا الكلام ده، هيبقى سهل جدا ان هي تتابع الموضوع. ودي الميزه بتاعتي انا كمهندس تخطيط في التقرير اللي انا بقدمه. انا بقدم تقرير عشان يوصل معلومه بشكل سريع، واي حد يشوف المعلومه دي عن طريق شارتات عن طريق جداول هيبقى اسهل بكتير جدا من ان هو يقعد يشوف جدول معقد زي ده وما يقدرش يوصل لحالة المشروع. التركة في اللي احنا بنقوله ان قبل اي ديت بنعمل بس الحتة العلامة دي اللي هي عاملة زي الاند كده بالنسبة لنا عشان نظبط التواريخ بتاعتنا. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.